انا مش ساح، بس انا عارف انك نزلت النهارده شغلك من غير ما تفطر. بذمتك ينفع كده؟ انت عارف ايه اكتر غلطه بنعملها كل يوم الصبح وكتير مننا بيقع فيها؟ اننا بنصحى من النوم وبنطنش الفطار. وعلى فكره الموضوع ده مش هزار خالص، ولا دي مجرد وجبه وتعدي. دي اول حاجه جسمك محتاجها عشان يشتغل زي ما ربنا خلقه. اول ما تصحى من النوم الصبح جسمك بيكون عامل بالظبط زي تانك البنزين الفاضي. جسمك كان شغال طول الليل في عمليه ترميم وتنظيف وخلص كل الطاقه اللي كانت جواه. يعني ببساطه انت محتاج تفطر عشان تعيد تاني شحن الوقود دوت وتديله البنزين اللي يقدر يكفيه. طب لو حضرتك بقى طنشت الفطار، هنا بتبدا المشاكل. اول حاجه مستوى السكر بينخفض في الدم، وده طبعا بيخليك تحس بتعب ودوخه وعصبيه من غير سبب. لما تهمل الفطار جسمك بيفهم انه في مجاعه، فبيبدا يخزن الدهون بدل ما بيحرقها. يعني ممكن وزنك يزيد حتى لو انت مش بتاكل كتير، وبالتالي هرموناتك بتدخل في حاله لخبطه، وبالتالي هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر بيبدا يعلى عنك، وفي نفس الوقت نسبه الانسولين بتبدا تقل في الجسم. وبالطبع النتيجه تعب مزمن وتقلبات مزاجيه، واحتمال الاصابه بالسكري طبعا بتزيد طول الوقت. وده كله ممكن يحصل بسبب ان انا ما افطرش. طب تعالى بقى اعرفك ازاي الفطار ممكن يحميك. لما تفطر حاجه بسيطه بس متكامله، جسمك بياخد اشارات انه في امان، وبالطبع مستوى السكر بيفضل ثابت، والتركيز والطاقه طول اليوم بيبقوا في اعلى مستوى. والمفاجاه هنا ان انت لو فاكر ان جسمك بيخس لما بيطنش وجبه الفطار، اسمح لي اقول لك انك غلط، لان الدراسات اثبتت العكس تماما. ان الناس اللي بتفطر كل يوم معدل الحرق بتاعهم بيبقى اعلى من الطبيعي، وبالطبع يقدروا يتحكموا في شهيتهم طول اليوم. في النهايه عايز اقول لك ان وجبه الفطار دي مش رفاهيه، دي استثمار في صحتك انت. افتكر دايما ان اول حاجه بتاكلها الصبح مش بتحدد يومك وبس، لكن بتحافظ على جسمك سليم على المدى البعيد. فياريت من بكره اول ما تصحى من النوم اول 10 دقايق تفوق وتفطر حاجه صحيه. انا عايزك تجرب وانت هتحس الفرق بنفسك. دكتور سكر بيقول لك ابدا يومك صح، صحتك بتبدا من وجبه الفطار. وما تنساش تستنانا في اللي جاي.